اهلا بيكم ريفيو جديد في انت الاهم. النهارده هنوريكم بقى تكمله للفيديو اللي احنا زعناه. عنده شيلان شكلها شيك جدا بستراس واشكال مختلفه، شيلان قطيفه اللي بتتباع اونلاين بالضعف. هنا جبنا لكم الشيلان اللي انتوا طلبتوها ده بسعر جمله وبسعر المصنع. عنده بقى كمية شيلان كبيرة جدا وكوليكشن كبير جدا بستراس واشكال مختلفة. اول شكل عندنا ده اللي هو الشكل الطاووس الشيك جدا. عنده كمان استاذ مؤمن هيورينا الاشكال اللي عنده. بصوا نهاية الشال بيبقى في ده نهاية الشال، شكله شيك جدا ورقيق. بتحضري فيه بمناسبة، عايزة خروجة رقيقة كده، شكله جميل قوي في الطبيعة وفي الحقيقة. بص الاستراس ده كله ما بيقعش لان هو ايه بقى. عرفنا كده يا استاذ مؤمن بقى. عشان مثلا بص يا باشا، دي رسمة الشال زي ما انت شايفه كده. الشال ده شال قطيفة، ده شال قطيفة. بيبقى فيه استراس. الاستراس فيه ده مش بيبقى بلاستيك، بيبقى استراس ازاز زي ما انت شايفه كده. بيبقى زي ما انت شايفه كده الاستراس والنظام. الشغل كله ده قطيفة. ده بيبقى الوش، ده الوش بتاعه، ده الظهر بتاعه. تمام. في من الاستراس ده بيبقى فيه بلاستيك والكلام ده، بس انا ما بشتغلش في البلاستيك عشان البلاستيك ده اصلا بيبقى رخيص ورديء شويه. يعني انا بشتغل في ازاز وحاجه نضيفه. حلو قوي وشكلهم على الحقيقه كمان، والماتيريال بتاعهم تحفه. ده بيبيعوا بسعر الجمله بكام يا استاذ مؤمن؟ بص يا باشا، الشال دوت ماشي في منه كذا شكل تاني. تمام. الشال ده ب 300 جنيه في الضعف بقى. في الاونلاين والمحلات اونلاين والله بيتباع اونلاين ب 600 جنيه. ب 600 جنيه. بس ده الشال ده نضيف، في منه حاجه اقل منه بس انا ما بشتغلش فيه. اللي هو بيبقى الاستراس ده ازاز. الاستراس ده بيبقى بلاستيك، ده الازاز بيبقى بلاستيك، ده الازاز. التاني بيبقى بلاستيك وخامة القطيفة ما بتبقاش حلوة. تمام. ده أول شكل. بص يا باشا، ده الشكل إيه؟ التاني. ده رسمة الشانل. بص ده الشانل جميلة قوي. بصوا شكله شيك قوي. ده الشكل. وفي منه ذهبي وفضي. كل اللي بفرجهولك دوت ذهبي وفضي. تمام. يعني في بينزل منه لونين. تمام. بص برضو الحتة الرقة دي اللي أنا هوريها لك دلوقتي. بصوا ده الشانيل شكله جميل قوي وشكله شيك جدا 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 ورقيق قوي. ستراس بسيط. ده قطيفه. بصوا الخامه بقى فيه الاستراس الطاووس اللي احنا صورناه. دي رسمه الطاووس غير الرسمه الثانيه. ده الاستراس بتاعه ذهبي في اللون تاني، شكله شيك قوي. ده بصوا طاووس كبير. ده طاووس شكله شيك قوي قوي قوي. في منه رسمه الطاووس دوت ده الكبير، وفي منه الصغير اللي انت صورتيه في اول الفيديو اللي هو ده. ده الطاووس اكبر شويه وعلى نهايه الشال كمان هتلاقوا فيه. بص نظام يا باشا التفاصيل برضو. لا بصراحه ما شاء الله عندكم حاجات شكلها جميل قوي وشيك قوي. ده وعنده كوليكشن كبير جدا. هتلاقوا طاووس وشانيل. وفي كمان توصيل لو عايزين اي توصيل. ده بسعر الجمله وسعر المصنع نفسه. بص برضو يا باشا، بص الكف ده بقى. الكف ده بقى رايق قوي. ده اللي بتحب شكل الكفوف هتحبها قوي لان شكله رقيق جدا بقى جدا. سهره جميله وراكب مناسبه حلوه والجو بقى ساقع. والاستراس نفسه مدي كذا لون، يعني مدي ذهبي لو اتحرك شويه بيبدي. بصوا يعني لو اتحركته كده شويه هتلاقيه مدي على كذا لون. شكله شيك قوي. خروجه حلوه، مناسبه حلوه، الكلام دوت تلبسيه بقى عشان برضو الشتا زي ما انتوا عارفين، وجو الشتا والجو ساقع، فعملنا لكم منه رسومات كتير قوي، وفي منه كذا رسمه. ده وفي بص كمان، بص الحته دي بقى. ده بسعر الجمله ب 300 جنيه بس. الحقوا الاشكال جميله قوي بكوليكشن كبير قوي. وده الاستراس بس في نهايه الشال. اما الشال كله رقيق ما فيهوش اي حاجه. ده جميل قوي قوي قوي. ده الرقه كلها والشياكه ان هو بس في نهايه الشال، وفي عنده في نهايه الشال، وفي لو عايزه رسمه في النص. فهو عنده جميع الاشكال. اللي حابه في نهايه الشال بس في ده الاستراس بس وكله ساده، وهتبقى الاستراس في نهايه الشال. واللي حابه ان يبقى في الشكل في النص موجود اللي هو زي شكل الطاووس، كان شكله جميل قوي. وبرده عشان برده لو في ناس حبايبنا برده ما بتحبش الخامه اللطيفه دي، احنا لسه عاملين خامه جديده لسه نازله شفون بقى، نظام بقى طول ونظام بقى شغل جديد حلو قوي برده هوريهولك. ماشي. ورينا بقى الشكل التاني. ده شكل يا جماعه القطيفه. ده
الاشكال اللي هي القطيفه، شكلها رقيق جدا وجميله جدا. عنده كوليكشن كبير بالاشكال اللي انتوا نفسكم فيها. هتلاقوا عليه الاستراس في نهايه الشال. الشال ده التطريز نفسه بيدي كذا لون، يعني هو كده هيدي ذهبي وده كده لون تاني رقيق قوي، شكله جميل قوي. بصوا بقى الشكل ده لسه نازل جديد حالا. ده الشكل الجديد اللي بقول لكم عليه حضرتك. ده شكل، ده مش قطيفه بس، ده شيفون زي ما انت شايفاني كده في الصوره. ده شيفون. ده شيفون، ولكن مناسبه حلوه، خروجه حلوه، تلبسيه بتلفيه، اشكال بقى منه الكلام ده زي ما انت شايفه الاشكال بتاعته بتبان كده. شكلها جميل قوي 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 على كذا شكل. ماشي، دي رسمه. بصوا برضه قربي كده اديلهم التفاصيل. حلو قوي. بصوا بقى، بصي الرسمه، بصوا شكله شيك جدا الاستراس ده، وعمره ما هيقع لان الاستراس ده ازاز، مش معمول ازاز يا باشا وكبس. بصي ظهر الشال ذات نفسه منزوق ازاي. ده ظهر الشال معمول كبس، مش حاجه بتقع واستراس بيقع، لا ده متثبت وشكله شيك جدا وجميل. بتحافظي على الحاجه عمرها ما الحاجه ما تتبهدل. بصوا بقى الحته اللي دي بقى برضه رسومات وبتغير اشكال وبتغير مقاسات. بصوا بقى الحته اللي دي بقى. بصوا بقى الشياكه والجمال. بصوا يا باشا نظام الورد. بصوا يا باشا الشال حلو قوي قوي قوي. بصوا حتى نهايته كمان شكلها حلو قوي. الحقوا يا جماعه شكل الشيلان دي نازله ترند وجديده جدا، كله بيلبسها وبيستخدمها في الشتاء. عايزه تخرجي بيها، عايزه تروحي بيها مناسبه. وهنا ما شاء الله في المحل عندهم كوليكشن كبير جدا جدا، عندهم باشكال مختلفه. شكلها حلو قوي. بصوا احلى حاجه ان هي فيها مديه كذا لون، مديه الذهبي ومديه على السيلفر ومديه على ازرق، على كذا لون. ده الشكل الجديد، ده اللي لسه نازل، ده الشال الجديد اللي نازل. شكله شيك جدا جدا جدا. قول لهم بقى لو في توصيل يقدروا يوصلوا ازاي. توصيل، وهنديلهم برده الرقم الواتس بتاعنا وتابعنا على الواتس. تمام. والعنوان بتاعنا بامر الله زي ما قلت لحضرتك. العنوان بتاعنا الغوريه حاره الكحكين، محل ايهاب البوب بجوار معمل الترشي. اسالي اي حد عن ايهاب البوب هيقول لك خش يا باشا الحرام. ودي يا جماعه باسعار جمله الجمله واشكال جميله قوي 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 وكوليكشن كبير. بصوا زي الشكل الطاووس ده باشكاله بانواعه. وهنا عند استاذ مؤمن هيقول لكم هيوريكم اشكال كتيره جدا بكوليكشن كبير، هتلاقي منها القطيفه وهتلاقي الشيفون وكل الاشكال عنده ما شاء الله باشكال كتيره. وانتظرونا في فيديو جديد وانتي الاهم.